بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي تلفزيون حلوان جنوب العاصمه، وحدوته جديده من برنامج حواديت رياضيه. حدوته النهارده من البيت الكبير، الصرح الرياضي الكبير بحلوان وجنوب العاصمه ومركز شباب حلوان الجديده، وحفل راس السنه الميلاديه. يحيي الحفل النهارده النجم الشعبي الكبير الفنان عبد الرحمن بلاله، وايضا فرقه الموسيقى العربيه وكورال المركز. انتظرونا وحلقه جديده قويه من حواديت رياضيه. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظرونا وتغطيه لحفل عيد راس السنه الميلاديه مع حواديت رياضيه على تلفزيون حلوان جنوب العاصمه. انتظرونا ولكن بعد الفاصل. والقانا دلوقتي هيكون مع الاستاذ عمرو عامر، القائم باعمال امين الصندوق في مجلس اداره مركز شباب حلوان الجديده، وصاحب الجهد الوفير في انجاح اغلب حفلات مركز شباب حلوان الجديده. وحفله النهارده حفله راس السنه الميلاديه. استاذ عمرو، شرفتنا ونورتنا، ضيف غالي وعزيز على تلفزيون حلوان جنوب العاصمه. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بالاستاذ محمد صلاح، منورنا ومشرفينا ودايما معانا في الاحداث سواء الرياضيه او الاجتماعيه الكبرى. بنتشرف بوجودكم معانا. كابتن عمرو، كلمنا عن حاجتين، حفلة النهاردة واحتفالات رأس السنة الميلادية اللي موجودة في المسرح الشتوي، وكمان البروتوكول والتعاون مع قصور الثقافة. حفلة النهاردة طبعا هي أول مرة في أعياد رأس السنة الميلادية يبقى عندنا حفلة هنا في المركز. تواصلنا مع أصول دار الثقافة، الأستاذ محمد عبد الفتاح، الأستاذ أحمد أبو السعد، الأستاذ علياء، وقلنا لهم عايزين نعمل حاجة عندنا في المركز تليق بالأعضاء. وشعب حلوان عموما الناس لبت الدعوة، وفي خلال أقل من 3 أيام كنا منسقين بعض الفرق. جايه لنا النهارده إن شاء الله فرقة الموسيقى العربية، وجاي النهارده ان شاء الله الفنان عبد الرحمن بلاله ان شاء الله. ده طبعا يعني واجهه مشرفه لحلوان. فطبعا تعاون وكورال المركز طبعا تعاون طبعا بيننا وبين دار الثقافه، تعاون مثمر جدا، ومبسوطين ان الناس دي بتتعاون معانا والناس دي معانا على طول، ودايما يا رب ان شاء الله يفضلوا معانا كده وفي تعاون مستمر. استاذ عمرو، عايزين السبق بقى نقوله هنا في عدسه التلفزيون حلوان وفي برنامج حواديت رياضيه قبل ما يتقال النهارده على خشبه المسرح ايه اللي هيكون في اجازه نص السنه موجود في مركز شباب حلوان الجديد. ان شاء الله برضك من ضمن الحاجات اللي احنا سعينا ليها ان شاء الله هيبقى موجود معانا السيرك القومي هنا ان شاء الله. هيتعمل حاجه على اعلى مستوى عشان تخدم مش اعضاء المركز بس، لا اهل حلوان عموما واطفالنا في المدارس. هتبقى موجوده معانا على مدار شهر، وان شاء الله يعني بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه هتبقى اسعاره كويسه جدا جدا ليهم، وده اللي احنا اتفقنا معاه مع ان شاء الله اداره السيرك، وهتبقى حاجه محترمه وحاجه كويسه ان شاء الله. استاذ عمرو عامر، القائم باعمال امين الصندوق، بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب، وبنشكرك وبنشكر مجلس اداره مركز شباب حلوان الجديده، وبنتمنى لكم التوفيق في الفتره القادمه ان شاء الله. شكرا يا كابتن محمد، شرفتونا ونورتونا. نتمنى ان شاء الله سنه 2023 سنه خير وسعاده على جيش مصر العظيم وعلى شعبها وعلى شرطتها وعلى قيادتها السياسيه الحكيمه. نتمنى ان شاء الله السنه دي تكون سنه خير ومليئه بالانجازات والنجاحات ان شاء الله. ولقائنا دلوقتي مع اللي ليهم الحق الاصيل في مركز شباب حلوان الجديده، مجلس الاداره. والنهارده معايا ومعاكم نائب رئيس مجلس اداره المهندس هاني عبد الله. كابتن هاني، شرفتنا ونورتنا امام عدسه تلفزيون حلوان، وكل عام وحضرتك بخير بمناسبه السنه الميلاديه الجديده. كل سنه وانتم طيبين وسنه جديده سعيده عليكم وعلى البرنامج الجميل، واستاذ محمد امير اللي معودنا دايما بمفاجاته الجميله ومعايده جميله منكم ان انتم تبقوا مشرفينا النهارده في مركز شباب حلوان الجديده. كابتن هاني، كلمنا عن دور مركز شباب حلوان الجديده ودور مجلس ادارته، ان هو دايما موجود وفي المصف الاول مع اعضائه ومع اهل حلوان في كل المناسبات. النهارده مناسبه وهي الاحتفال براس السنه الميلاديه، يمكن ما كناش بنعمل الحفله دي عندنا. كلمنا عن حفله راس السنه الميلاديه اللي موجوده على ارض البيت الكبير. احنا دايما مجلس الاداره في خدمه الاعضاء. حقيقة ربنا احنا معانا شباب من مجلس الاداره ذو تفكير عالي. فكر ان احنا نحتفل السنه دي بسنه جديده علينا وعلى اعضاء اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء مركز بيتنا الكبير مركز شباب حلوان الجديده. ففكرنا ان احنا نعمل السنه دي احتفاليه بالعيد الجديد، ويا رب يكون عيد سعيد علينا وعليهم، وان شاء الله هنحاول نسعدهم الفتره القادمه باشياء جميله تسعد
جميع الاعضاء ان شاء الله باذن الله. كابتن هاني، مهم ان يكون عضو مجلس الاداره من ابناء المكان، تربى فيه وكبر وكان موجود وهو صغير، عرف ايه اللي بيفرح الاعضاء وايه اللي بيزعلهم، ايه اللي بيرضيهم. كمان ده مهم جدا، غير اما يكون حد جاي من بره ماهوش عارف طبع وطباع الناس اللي موجوده والاعضاء اللي موجوده. فرق مع المجلس ده انه تقريبا المجلس كله من ابناء المكان. والله يا كابتن انت لمست نقطه مهمه جدا للمكان. المكان لازم حد يكون من ابناء المكان يحبه، مش مجرد كرسي هيقعد عليه، لكن حب المكان هيخليك تعمل اجمل ما بداخلك لتحقيق تقدم ورقي المكان وازاي تسعد الاعضاء. فلازم يكون المكان هنا يحبه، هيشتغل بدون مقابل، مش هيستنى مقابل، لكن حد هيجي زي اي حد بالبراجوت مش هيحس بالاعضاء. لكن احنا اتربينا في المكان واحنا صغيرين لامسين ايه اللي مؤثر، اللي يسعد الاعضاء، ايه المؤثر اللي ممكن يفيد المكان، ايه المؤثر اللي ممكن يخلي المكان في تقدم ورقي. في لقائنا مع الكابتن عمرو قال لنا انه هيبقى في حفلات في كل المناسبات اللي جايه، وكمان في رمضان. ايه اللي بيفكر فيه مجلس الاداره بالنسبه للاعضاء في الفتره اللي جايه في نهايه الولايه الاولى لمجلس الاداره في اخر كام شهر قبل موعد الانتخابات اللي جايه ان شاء الله؟ والله يا كابتن احنا طبعا انا لسه بشكر في اعضاء مجلس الاداره الشباب، واولهم الاستاذ عمرو. عمرو من الناس النشيطه جدا وفي المكان بتفكيره راقي جدا. ففكرنا ان احنا نقيم حفلات كثيره عن طريق قصور الثقافه والكورال المركز، وان شاء الله في امسيات في رمضان هتسعد اعضاء المركز، وفي اخبار كويسه قدام. احنا بدانا نشتغل في اساسيات المركز ومرافقه اللي هي هتسعد الاعضاء وتحس ان هو قاعد فعلا في بيته الجميل. فربنا يسهل ان شاء الله وخير ان شاء الله خلال المده اللي جايه. مهندس هاني عبد الله او كابتن هاني عبد الله، نائب رئيس مجلس اداره مركز شباب حلوان الجديده، بنشكر حضرتك وبنقول لك كل سنه وحضرتك طيب وبخير بمناسبه العام الميلادي الجديد، وشرفتنا ونورتنا امام عدسه تلفزيون حلوان. ربنا يخليكم وربنا يبارك فيكم ودايما معانا في الخير، ودايما سعداء بيكم في سنه سعيده عليكم وعلى الناس كلها. لكل مشاهدي ومتابعي تلفزيون حلوان جنوب العاصمه، معانا ومعاكم الدكتور احمد مهنا مدير اداره حلوان التعليميه، ضيف غالي وعزيز على تلفزيون حلوان لاول مره. شرفتنا ونورتنا يا دكتور احمد. اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه العام الميلادي الجديد، وعايزين معايده من حضرتك لكل اهل حلوان بحفله راس السنه الميلاديه اللي موجوده النهارده على ارض مركز شباب حلوان الجديد. كل سنه وحضرتك طيبين. طبعا بهني كل شعب حلوان الجميل وشعب مصر والامه العربيه بمناسبه العام الجديد. نقول لهم ان شاء الله سنه طيبه، وتكون تحمل لينا اماني ان شاء الله، اماني طيبه تتحقق، وتحمل لينا اخبار طيبه، ولعل ان شاء الله السنه دي اللي جايه ان شاء الله تكون افضل واحسن بالنسبه لنا من السنه اللي فاتت اللي قبلها. تنتهي فيها النزاعات اللي موجوده حوالينا في العالم، تنتهي فيها المشكلات، ان شاء الله تكون سنه خير علينا وعلى الشعب المصري كلنا. وبقول لسياده الرئيس رمز للامه، كل سنه وسيادتك طيب يا فندم. دكتور احمد، عايزين نستغل بقى وجود حضرتك معانا، وعايزين نوجه كلمه لكل اهل حلوان ونطمنهم العام الدراسي والمدارس في اداره حلوان التعليميه والسنه الجديده. بنوعد ايه او حضرتك بقى بتوعد ايه لكل اهالي حلوان في العام الجديد ان شاء الله؟ احنا يعني ان شاء الله السنه دي افضل. العام الدراسي ده افضل من السنه اللي فاتت. احنا كان عندنا بعض طبعا السنه اللي فاتت كان في كورونا، والحمد لله السنه دي الحمد لله السنه كويسه، والفصل الدراسي اللي فات ده كاملا عدى على خير، ما فيش اي مشاكل. عندنا على مستوى حلوان في مدارس كانت تحت الصيانه الحمد لله خلصت، وفي استلمنا بعض المدارس منها، وفي مدرستين جاري استلامهم.
ان شاء الله يشتغلوا هيتم تشغيلهم في الفصل الدراسي الثاني. الحمد لله احنا تم الاعداد والتجهيز لامتحانات الفصل الدراسي الاول، ما فيش اي مشاكل نهائي. الامور ماشيه الحمد لله، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلابنا ان شاء الله. دكتور احمد مهنا مدير اداره حلوان التعليميه، بنشكر حضرتك على اللقاء الصغير دوت، على وعد من حضرتك بلقاء تاني ان شاء الله امام عدسه تلفزيون حلوان، وكل عام وحضرتك طيب وبخير. شكرا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. ورجعنا لكم تاني كل مشاهدي ومتابعي تلفزيون حلوان جنوب العاصمه، ومعانا ومعاكم ايقونه السعاده في حلوان، اللي انا بكون على المستوى الشخصي سعيد جدا بوجودي معاه، الاستاذ احمد وحيد وزير السعاده. استاذ احمد كل سنه وحضرتك طيب وبخير بمناسبه راس السنه الميلاديه. وانت طيب وبخير. انا اللي بكون سعيد قوي والله معاك يا كابتن امير، بصراحه يعني انت بشوفك ببقى سعيد بامانه، يعني ما شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين والمشاهدين كلها بخير، واعضاء المجلس واعضاء الجمعيه العموميه وكل حلوان وكل مصر بخير يا رب. استاذ احمد، وجود حضرتك بقى شيء بالنسبه لنا طبيعي، والحفله ما بيكونش ليها طعم وما بتكملش الا بوجود الاستاذ احمد وحيد. النهارده وجود حضرتك في البيت الكبير، مركز شباب حلوان الجديده، وحفل راس السنه الميلاديه، معايده من حضرتك لكل شعب حلوان، وكلمنا عن وجود حضرتك الدائم في وسطينا في وسط اهل حلوان. والله انا بالرغم من الظروف اللي عندي النهارده، الا ان انا لما يعني تلقيت الدعوه ما ينفعش ان انا ما البيش، يعني فعلا زي ما انت بتقول البيت الكبير ده البيت الكبير بتاعنا في حلوان، وعودنا ان كل سنه بنيجي هنا نحتفل بالسنه الميلاديه، كل سنه وانتم طيبين. وده مش جديد بصراحه، المجلس يا امير يعني شعلة نشاط، وشايف انا مظاهره حب كده مع بعض ما شاء الله، يعني برئاسه الكابتن محمد السعيد اللي بقول له الف سلامه عليك وكل سنه وانت طيب يا حبيبي. وطبعا النائب الجميل المهندس هاني طبعا اللي هو في غياب محمد بيبقى هو يعني شعلة نشاط هنا ما شاء الله عليه. كمان يمكن ما ننساش الدينامو الاستاذ عمرو وعمرو عامر، وطبعا ودينا وابني الجميل احمد عبد الرحمن احمد عبد اللطيف. والحقيقه يعني مجلس والكابتن احمد ناجي، الحقيقه مجلس لو انت قعدت تختاره كده يعني هو ربنا اللي عملهم كده، هو ربنا اللي عملهم كده، يعني هو ربنا اللي عمل كده، علشان فعلا المكان دوت ربنا بيحبه واحنا كلنا بنحبه، وده رمز من رموز حلوان يعني. يعني كفايه النهارده ان احنا بنشوف الفرحه والبسمه على وجوه الناس واحنا قاعدين، حاجه جميله قوي يعني. فانا طبعا بوجه لكم كل الشكر ان انتم بتسعدونا، وربنا يا رب يسعدكم زي ما انتم بتسعدونا دايما يعني. استاذ احمد وحيد، اولا بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه العام الميلادي الجديد، وعايزين بقى معايده من حضرتك لكل اهل حلوان. انا بقول لاهلي كل اهل حلوان كل سنه وانتم طيبين، وبرضه ما انساش اهلي في الدقهليه في العصافره اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وما انساش اهلي في بورسعيد اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وطبعا معايده خاصه لبنتي اللي انا سايبها تعبانه دلوقتي، بقول لها كل سنه وانتم طيبه يا هند، وان شاء الله بكره تكوني بخير باذن الله. كانت المفروض تيجي معايا النهارده بس هي فعلا تعبانه، لكن كانت قاعده تقول انا عايزه اجي معاك يا بابا. فالف سلامه عليك يا نور عين بابا، وكل سنه وانتم طيبين كلنا كده جميعا، وكل سنه ورئيس مصر وجيش مصر وشرطه مصر وشعبها وكلنا كده يا رب طيبين. استاذ احمد وحيد كل سنه وحضرتك طيب، وسلامنا لبنت حضرتك الاستاذ هند ولامير الصغير، نقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا حبيبي وكل سنه وانت طيب. وعلى فكره احنا جالنا ساره امبارح بنت عمر، بقول لها برضو كل سنه وانت طيبه، ويوسف ان شاء الله في السنه كل سنه وكل اهلي بخير يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. ورجعنا لكم تاني كل مشاهدي ومتابعي تلفزيون حلوان جنوب العاصمه، ولاول مره على عدسه تلفزيون حلوان معانا ومعاكم نجم مصر، فنان مصر الشعبي الاصيل وابن حلوان، الاستاذ عبد الرحمن بلاله. استاذ عبد الرحمن شرفتنا ونورتنا في بيتك تلفزيون حلوان. ربنا يخليك وكل سنه وانت طيب، والساده المشاهدين طيبين، وان شاء الله سنه سعيده على الجميع يا رب. فناننا الجميل الاستاذ عبد الرحمن بلاله، حضرتك اصبحت ايقونه لحلوان وايقونه لكل الحفلات وكل المحافل اللي موجوده في حلوان. بس حضرتك ذكرت دلوقتي مركز شباب حلوان الجديده، اللي بقى فعلا زي ما اهل حلوان بيقولوا عليه البيت الكبير، هو اللي بقى بيلم تقريبا كل اهل حلوان، وكمان بقى فيه كل الحفلات والمحافل اللي موجوده. حضرتك ابن من ابناء المكان، ولكن عايزين نعرف من حضرتك بقى كمان مركز شباب حلوان الجديده بالنسبه لاهل حلوان، بالنسبه لحضرتك كمان ده كمان موضوع مهم. انا بالنسبه لي طبعا ما بقدرش انسى
يعني كل اللي انا اتعلمت منهم هنا في المكان. يعني انا فاكر كل الاسامي اللي كانت موجوده زمان، اللي كانوا بيعلمونا الفنون وبيعلمونا الرسم وبيعلمونا والكشافه والحفلات اللي كنا دايما بنعملها، والحفلات السمر والحاجات دي اتعلمتها هنا في المكان. حتى الوزاره، بالنسبه لوزاره الثقافه، حتى لما تعمل حفله ما بيختاروش المكان اللي هنا، يعني هم عارفين المكان هنا، الجمهور اللي هنا جمهور سميع جدا. جمهور المركز هنا سميع قوي وبيعشق الفنون يعني. وحتى اغلب اللقاءات السياسيه لما بتتعمل، يعني حتى مش الندوات كمان، اللي بتتعمل في المكان هنا يعني. فدي حاجه طبعا بتشرفني، يعني بيشرفني ان في المكان ده يبقى موجود في حلوان يعني، وانا متواجد فيه يعني. استاذ عبد الرحمن، بالنسبه لحفلات رمضان ما بتبقاش الحفله حفله الا لما بيكون فيها عبد الرحمن بلال. السنه دي ان شاء الله 2023 ورمضان اللي جاي علينا، مركز شباب حلوان الجديده في بروتوكول تعاون بينه وما بين قصور الثقافه. فناننا الجميل هيبقى موجود معانا، ونوعد جمهورنا وجمهور حلوان بوجودك معانا في حفلات رمضان في مركز شباب حلوان الجديد. هو ان شاء الله بمشيئة الرحمن طبعا هيبقى متواجد، بس هو اول 10 12 يوم دول كل سنه ببقى متواجد في مكان اسمه معهد العالم العربي في باريس. بنروح كده كتاب اسمه وصف مصر، بنغني الاغاني كتاب وصف مصر ده. بنبقى برضو بعثه عن طريق الوزاره ودار الاوبرا من هنا يعني. بنقعد ال 12 يوم دول في اول رمضان، بعد كده بقيه الحفلات بنيجي نعملها سواء عن طريق وزاره الثقافه عن طريق المركز نفسه، بيعمل لنا حفلات لان حتى اغلب الاعضاء، الحاجه الجميله هنا اللي بتحصل الوحيده في حلوان كلها، ان حفلات الرمضانيه بيجتمعوا مع بعضهم، كل مثلا مجموعه مع بعضيها او اسر بيجتمعوا مع بعض ويعملوا الجو كده عائلي مع بعض كده، وبقى حاجه جميله، حاجه يعني بعد ال10 ايام ان شاء الله فنان بقى متواجد على طول ان شاء الله بامر ربنا مشيئة الرحمن. ضيوفي النهارده معايا في الحلقه كل واحد قال كلمه معايده لاهل حلوان. فناننا الجميل عبد الرحمن بلاله هيكون معايدته لاهل حلوان، ولو حته صغيره كده تفضل موجوده معانا في برنامج حواديت رياضيه في تلفزيون حلوان. نادرين عليا يا عين والحر يوفي الدين، لو رجعوا تاني الحبايب والحبنا فاكرين، لا جبت قاوي الهنا والفرح للحلوين، وابدر حبوب المحبة حبة جار حبة، واللي استخبى في قلوبنا نشرحه بالعين. يا جمع الأحباب يا جمع الأحباب، سبحان اللي بيجمع من السنة للسنة، لما يجي الميعاد يمكن تعود الليالي، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين في نفس الميعاد. والليلة عيد، الليلة عالدنيا سعيد، الليلة عيد عالدنيا سعيد، الليلة عيد الليلة. فناننا الجميل ونجم مصر وابن حلوان الفنان الكبير عبد الرحمن بلاله، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير ودايما موجود معانا ومع اهل حلوان. انت طيب، احب اشكرك، وكل سنه وانت طيب والساده المشاهدين بخير وطيبين، وسنه سعيده على الجميع يا رب. طيب وساره سعيده ان شاء الله. ربنا يخليك.
نادر عليا يا عين والحر يوفي الدين لو رجعوا تاني الحبايب والحب لا فاكرين. نادر عليا لقيت بقى والهنا والفرح للحلوين حبة حبة والمستخبى في قلوبنا الشرف والعين الليالي الحلوة وفي ختام حدوتة النهارده من حواديت رياضية، يا رب تكونوا انبسطتوا معانا زي ما احنا انبسطنا في حفل رأس السنة الميلادية اللي كانت هنا على أرض مركز شباب حلوان الجديدة. إن شاء الله زي ما وعدناكم هنغطي دايما كل المحافل وكل الحفلات اللي موجودة في حلوان وجنوب العاصمة. في نهاية حلقتنا النهارده ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظرونا وحلقات جديدة قوية من حواديت رياضية على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة. انتظرونا وحلقة جديدة وإلى اللقاء.